الوطني في المونديال. وانا نتكلم على مباراة البارحة، باش نتكلموا على واش لا هضر لي على مباراة البارحة نتكلم لك كي دار مليح مع هولندا، قلنا بانه حارس جيد. بالامس اخطا، نقول المحسن احسن والمخطئ اخطا. انا نظن انه الحارس لوكا زيدان ما يليقش، يعني البروفايل تاعو ما يليقش بالمنتخب الوطني الجزائري. لوكا زيدان ربما يقدر ينجح في المنتخب الاسباني ولا البرتغالي، لكن مع المنتخب الجزائري ما نظنش انه هذا الحارس يقدر ينجح مع المنتخب. لماذا وليد؟ شوف، احنا المنتخب الوطني بكل صراحة نكونوا صريحين ما عندناش منتخب مستوى عالي ولا مستوى أول. ما زيدان مستواه أعلى من مش لا ما فهمتنيش. وضحنا لا تقولني ما لم أقل. وأنت قل لنا ما تريد، ما الذي تريد أن تقوله. احنا سواء شوف ما نخلوهاش بين لا شوف، ربما زيدان يقدر يلعب مع منظومة دفاعية ولا منظومة يعني تاع لعب أفضل في منتخبات أخرى، لكن مع المنتخب الجزائري مع دفاع مهلهل تحكي من ناحية البناء، يعني تتكلم على منضوج. لا شوف يقدر يكون الحارس. شفنا احنا الحارس تاع الرأس الأخضر كمثال فقط، 40 سنة يعني كان الكل في الكل أمام المنتخب الإسباني. لكن كي تشوفوا زيدان ديما في المباريات اللي نحتاجوه فيها ما نلقاوش. فهمتني واش دار به؟ لهذا السبب نظن انه البارح تكلمنا هنا في البلاطو، نظن انه الحارسين بنبوط ولا رمضان نافيراية يقدروا يقتنصوا الفرصة باش يكونوا في عارين المنتخب الوطني لبقية المونديال. الخيار لا فقط يجب على هذه فقط. سامر، شوف، لا يمكن الجزم اليوم بأنه يمكن حارس آخر يأخذ مكان زيدان، حتى وأنه زيدان البارحة شوف ما كاش يدي بلاصتو. لا ما قلناش ما كاش يدي بلاصتو، عاود فهم. شوف الوقت الحالي، الظرف الحالي بدلناها مع شوشي مبولح. لا ماشي غير مع شوشي مبولح، شوشي دا بلاصه قواوي. لا ماشي كيف كان عندك حارسين من مستوى عالي جدا. ما تقارنش نتايا شوشي ومبولحي. لو اليوم او شوشي هو الاساسي في المنتخب الوطني الجزائري مع تلك حراس، اسمح لي، مع تلك حراس اللي راهم ما قلناش ماشي مستوى عالي. لا شوف، لا تقولني ما لم اقله. لا قلت يقدر يلعب. شوف انا ما يقدرش يلعب. نكمل الفكره حتى الدنيا فرص، لا نكمل الفكره باش حتى نوضح الامور. شوف، فيه حارس اول وفيه حارس ثاني وفيه حارس ثالث. لا يمكن الثلاث حراس يكونوا بنفس المستوى الا واذا يعني تلقاها في منتخبات قليله جدا، على غرار مثلا نقدر نقول لك مثلا اسبانيا عندهم حراس مستوى عالي، حارس في ارسنال، حارس في يعني كل حراس مستوى عالي. لكن في المنتخب الوطني الجزائري ثلاث حراس ليسوا بنفس المستوى. ما قلناش زيدان احسن من بنبوط، لا ما قلتش انا من هذا، رانا نحكيو على مردود زيدان في مباراة البارحة. قلنا كان يسالف الهدفين، هذا متفق عليه. وشفنا من بين سلبيات زيدان، وكنت تكلمت عليها نهار جا زيدان، ربما نهار قلتها. كاين ناس قال لك وش قال سمير العلام، انا شفناها البارح. طول الحارس يعني يشكل يعني نقطة ضعف بالنسبة للحارس. البارحة لو كان حارس يعني يمتاز بطول القامة لتصدى للهدف الأول لتسديد ميسي، حتى وكان خارج شوية. شوف يا نازل، شوف الحارس اسمح لي من بين نقاط ضعف زيدان، لوكا زيدان، هي قصر القامة. بعدين تقول لي الهدف الثاني اللي يعني الكرة زلقتله، انا اقول لك بانه الحارس مثله مثل اللاعبين اللي كانوا تائهين فوق ارضيه الميدان. لكن الحارس نعرف بانه الحارس لو يكون في يومه خاصة في مثل هكذا مباريات. رانا نتكلم على حارس اسمح لي نكمل الفكرة. تكلمنا على حارس جزر الرأس الأخضر، تكلمنا على حارس السعودية، يعني
كانوا العلامه الفارقه بالنسبه للمنتخب صح، بلادهم. لكن زيدان سامر نعطيك بك نوصل لك الفكره سامر، فقط لاني حابب نوصل لك وانت باش توصلها للمشاهد باعتبارك مدرب، وما نقدرش ندخلوا لك هنا في الاختصاص تاعك. صح، في مثل هكذا مباريات سامر نص غلطه تخلصها غالي. اكيد، واش راني نقول لك، هذيك الهدف الثاني كان قادر يتفاداه. راك في نفس، رغم انه زملائه كما قلت انت كانوا كاع مبحرين. نازم رانا في نفس السياق. انا واش قلت انت راك عاودتو قلت لك هاي لك مديت لك يعني الفرق ما بين حارسين اللي عطاو ضمانات لمنتخبات بلدانهم. حنا البارحه كان المنتخب مشتت، على الأقل كان الحارس يلزم يكون في يومه حتى نتفادى الهزيمة ب3 أهداف، لكن الحارس زاد يعني كمل على زاد طين بله، زاد كمل على زيدان. أنا نعتبره حارس رقم يعني الرابع في المنتخب الوطني بهذا المستوى اللي قدمه أمس. يعني ما عندوش مكانة أساسية في المنتخب الوطني، لأنه احنا رانا نعانيو دفاعيا وفي وسط الميدان. لازم نكونوا واقعيين ونهضروا الحقيقه. نحتاجوا الى حارس يعني يكون في المستوى. علاش ما نمدوا الحارس؟ لا نقدروا الحارس، نقدروا شوف، انا ما نضمن في حتى حارس نازم، لست ازكي. قلت لك انا نقدروا يقدر يقتنص الفرصه بنبوط، يقدر يقتنصها رمضان ماستيل، فاهمني. لكن المستوى تاع لوكا امس يا خويا ما يأهلوش باش يواصل مع المنتخب الوطني في منافسة عالمية. ربما يقدر يروح يزيد يتعلم ولا يصحح الأخطاء تاعو، ولا كاين مدرب حراس إيطالي في مستوى عالي راهو يشوف، لازم يقيم هذا الشيء ولا يتحمل هو أيضا مسؤوليته، فهمتني. لأنه المنتخب الوطني حاليا بالأداء تاع البارح اللي شفناه، بغض النظر أنه المنتخب الأرجنتيني منتخب عالمي ومرشح أول، بالاداء تاع البارح اذا كملنا هكذايا وحارس المرمى يكون بهذاك المستوى الضعيف، لانه خاصه في لقطه الهدف الاول كان حارس اخر، انا نقدر نقول لك بنبوط ولا حارس اخر يصدها هذيك الكره رغم الاخطاء الدفاعيه ولا تاع وسط الميدان. حتى يعني اللقطه الثانيه كانت قادره يعني ما تدخلش الى الشباك. لهذا السبب نقول لك انه أنا مشاركة زيدان فيما تبقى من مباريات يا خويا أنا كل شيء راح تشدني والله. غير شوف ما نقدرش ما عنديش ثقة، ولات ما عنديش ثقة في حراسة المرمى منذ ذهاب مبولحي لأننا لم نفكر في الخليفة وليد ولم نحضر للخليفة، وهكذا هي العواقب عندما لا تعتمد أو لا تخطط في من سيكون خليفة مبولحي. لكن